مساء الخير، إن شاء الله هنعمل النهاردة الكفتة في البيت في الفرن بطريقة سهلة جدا. وزي ما انتم شايفين كده الكفتة بتاعتنا كانت طرية وكانت جوسي وجميلة كده. حبايب قلبي، هنبدأ إن شاء الله دلوقتي الوصفة مع بعض، ونبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة هنا معايا كيلو إلا ربع من اللحمة، ومعايا كمان بصلتين مبشورين، ومعايا آه، الخضرة بتاعتي كزبرة، أوراق الكزبرة بس خرطتها كده شوية حلوين وحطيتها على اللحمة بتاعتي، وحطيت كمان البهارات. كان عندي فلفل اسود وملح وكمون وبابريكا. دي بس كل البهارات اللي انا ضفتها على اللحمة، ومش محتاجين اكتر من كده. بعد كده عجنتهم، انا عجنت اللحمة بجد، عجنتها كويس جدا. وضفت كمان معلقتين من النشا ومعلقة من البيكنج باودر. صراحة التصوير ما جابش اللقطة دي، ونسيت اصورها. انا عندي هنا صينية قطعت فيها بصل وقطعت فيها طماطم نصين كده زي ما انتوا شايفين. تشرب بقى من الدهن اللي في اللحمة، وبيبقى طعمهم جميل جدا مع اللحمة. انا بدأت ان انا اعمل اللحمة بتاعتي كده، اشكلها على السيخ بتاعي واحطها في قلب الصينية. بصراحة الصينية كانت صغيرة فبدلتها على طول، جبت صينية يعني اكبر، نقلت فيها كل حاجة وكملت بقية الكمية. متنسوش يا جماعة تشتركوا معايا في القناة وتدعموني بلايك وشير، واتمنى ان انتوا تجربوا وصفاتي، وبجد بجد هتعجبكم. انا ما بنزلش اي حاجة انا ما اكون مجرباها وتكون فعلا ناجحة. هبدأ بقى ان انا اكمل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة على السيخ كده. هشكلها واعملها. فايدة السيخ يا جماعة ان هو بيخليها مش مكتومة الخط، يعني ما تعمليها على السيخ احسن ما تعمليها كده بايدك وبتكون مكتومة ببعضها. فالافضل يعني لو حتى لو معلقة هتعمليها كده، هتشكليها عليها، هتنفع اي حاجة موجودة عندك هتنفع. انا كان عندي السيخ ده عملت عليه ده اللي هو اللي بيجي مع الشنطة بتاعة السكاكين. ده كان موجود عندي واستخدمته عادي في اي حاجة ممكن نتصرف ونعمل عليها. انا هنا خلاص خلصت الكمية بتاعتي، وبعد كده حطيت فلفل وحطيت شطة، وكان عندي شوية من الثوم حطيتهم بس يدوا ريحة كده وطعم. كان عندي كمان هنا حتة لحمة كانت فاضلة من فيديو الحواوشي، اللي ما شافش الفيديو يرجع للقناة ويشوف. فحطيته في رغيف وحطيته جنب اللحمة بتاعتنا كده. حواوشي كان جميل جدا، واتمنى ان انتوا تجربوه وترجعوا للفيديو في القناة، صدقوني هيعجبكم. انا رصيت الصينية بقى بتاعتي كده ودخلتها الفرن. على ما اللحمة بتاعتنا تتعمل هبدأ ان انا اجهز الخضار بتاعي. دي الكزبرة ديت انا كنت واخدة منها بس الورق بتاعها، وده اللي كان فاضل منها خرطته وحطيته في طبق كده طبق التقديم بتاع اللحم، وسبته على جنب. بعد كده عندي برضو الجرجير غسلاه ومنضفاه وقطعته برضو بنفس التقطيعة بتاعة الكزبرة، وهحطه في طبق برضو كده عشان يكون جاهز. بعد كده بقى هنعمل الطحينة. دي اهم يعني حاجة في الوصفة كلها، الطحينة يا جماعة. انا بحب الطحينة فكترت منها، او كنت مجهزة هنا على جنب مج مية طبعا غليانة عشان تفك معانا. فضفت شوية بشوية كده وقلبت على ما تفك. بس بعد كده ضفت انا معلقتين من الخل وظبطتها، يعني هي بتبقى تحت ايدك فبتظبطيها، عايزاها تقيلة بتعملها تقيلة، عايزاها خفيفة بتعملها خفيفة. وما فيش فيها اي حاجة بصراحة. ما ضفتش توم، ما بحبش التوم على الطحينة. ضفت ملح وفلفل اسود رشة بس كده، ورشة كمون
وشوية كده يعني نص معلقة من الشطة، بتديلها طعم وما بتبانش يعني ما بتكونش حراقة ولا حاجة. وفي الآخر ضفت لها بس نص ليمونة كده عصرتها، وجهزت كمان العيش بتاعي وسبته على جنب. كان عندي زيتون حطيته كده في طبق وجهزت كل حاجة. طبعا اللي حابب يضيف بتاع كاتشب او مايونيز يقدر يضيف جنب الحاجة اللي احنا حضرناها دي كلها. انا بقى الصينية بتاعتي كانت هنا خلصت خلاص وكانت كل حاجة مستوية، وطلعتها من الفرن. تقريبا خدت ربع ساعة في الفرن يا جماعة، ما بتغيبش كتير وما تغيبهاش عشان اللحمة ما تنشفش منكم. بدأت بقى انا ايه، كنت مجهزة اطباق كده للطماطم. هي اصلا القشرة بتاعتها بتطلع فتقدري ان انت تقشريها، وضفتها في طبق لوحدها، وضفت البصل في طبق لوحده، وضفت برضو كل الفلفل بتاعنا والشطة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى طلعت اللحمة بتاعتي على الخضرة، على الكزبرة اللي احنا خرطناها. وما شاء الله اللحمة كانت تحفة، واللحم الملح بتاعها مظبوط، وسواها مظبوط، وكل حاجة مظبوطة فيها. وعندي هنا السندوتش الحواوشي ما شاء الله كان جميل، والبنات اتخانقوا عليه. هو الوحيد اللي كان في وسط الزحمة دي كلها. شوفوا بقى اللحمة بتاعتنا عاملة ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها وترجعوا لاي فيديو في القناة، تتفرجوا كمان على فيديو الحواوشي، كان جميل جدا. لو بجد يا جماعة لو ما جربتوش الوصفة دي هتندموا. فألف هنا وشفا اللي هيجربها وبس كده.